ننسى أبيات الحزن اللي انفقدت وماتت بعد الأمير بدر بن عبد المحسن. قديش الواحد يصحى على خبر زي كذا، يعني سبحان الله ما في زي شعر الأمير بدر بن عبد المحسن اللي كثير من عمالقة الفن في غنوا له. طلال مداح الله يرحمه، عباد الجو الراشد، عبد المجيد، حتى كلماته ما تحسه يكتب أي شيء إلا يعني يكتب بإحساس، شعور عميق. ناس لما تروح تحس خلاص أشياء كثيرة راحت معه، الحروف ماتت، القصيد انتهى، الشعر انتهى، وانتهت القصة، المسافر راح. صدق الكلمات بتدخل القلب على طول مباشر، وكأنك انت عايش الحدث هذا. كتب قصائد لامستنا كلنا، سواء بالسعودية بالخليج. كتب عن الوطن، عن الحب، كتب عن الحزن، عن الفراق، عن الوجع. الله يرحمه. يعني الواحد حتى يفتقدها على المسرح، في التلفزيون. حتى صوته مميز. الله يرحمه ويصبر أهله وكل آل سعود، الله يحفظهم ويصبرهم. عظم الله أجرنا كلنا. ويا بخت صراحة اللي يعني تصوروا معه ويتكلموا معه. يعني كنت أتمنى صراحة إنه أتقابل وأشوفه لو صورة تذكارية، صورة تاريخية مع الأمير بدر بن عبد المحسن. أحس حتى وأنا ما أتكلمت معه كأنه واحد من أهلنا، شخصية سبحان الله تنبكي عليها، كأنه أب يعني لنا أو أخ. هو فعلا عايش في كل البيوت، يعني دايما يجينا ويزورنا. الله يرحمه، حقيقي من الشخصيات العظيمة اللي تدخل القلب كذا. فكيف أهله أحبابه اللي يتكلموا معاه. الله يرحمه. كان الأمير بدر بن عبد المحسن الله يرحمه ويغفر له، لما ما كان يكتب شعر بس إنه يكتب وخلاص، كان يعني يعيش الحدث، يتخيل يدخل جوة المشهد هذا بعدين يكتب، وكأنه يرسم لوحة. زي الحين الفنانين التشكيليين الرسامين، كيف أنا أرسم؟ لازم كذا أتخيل كل حاجة قدامي وأعيش، أدخل جوة اللوحة. عشان كذا أحاول أطلع رسمة حلوة، خيال أو واقع. فزي كذا الأمير بدر بن عبد المحسن، عشان كذا تلاقي شعره وقصائده مميزة، لأنه يعيش المشهد. لما الشاعر يعيش الحدث إيش ما كان، حب هذا الشخص للشعر والأدب، لأنه طبيعي يتربى في أسرة كلها ثقافة وعلم وأدب من صغره. حتى لما كان يكتب عن الجنادرية، يكتب عن الوطن، كان يجتهد في هالموضوع. يعني يجلس من الليل للفجر ومن الفجر لليل عشان يكتب كلمات تليق في المملكة العربية السعودية، وتليق بملوكنا وأمراءنا وبحكومتنا. يعني في الجنادرية الناس تستنى بس الجنادرية عشان الأمير بدر بن عبد المحسن، منتظرين كتاباته.